أصحابي الحلوين، اشتركوا في حواديت جنة وسعيد واعملوا لايك. انا هنطحك يا طور يا ناري. انا قروني اقوى من قرونك واسع من طريقي عشان هنطحك نطحة هطيرك لبعيد. انت عايز تنطحني يا بهاريز؟ طيب انا هوريك شغلك دلوقتي. انا هنطحك نطحة كبيرة وهوديك ورا الشمس. تعالى بقى. بطلوا خناق انتوا الاتنين. لو عايزين تعرفوا مين اللي اقوى من التاني، القرية بتعمل مسابقة الطور النطاح، روحوا اشتركوا فيها. كل التيران اللي في القرية هيشتركوا فيها علشان اقوى طور ليه جايزة كبيرة. روحوا اشتركوا فيها وانتوا تعرفوا مين اقوى طور في القرية. ايوه انا لازم اشترك فيها. انا اقوى طور في القرية وهوريك يا طور يا ناري وهثبت لك ان انا اقوى منك. ابقى قابلني يا بهاريز. قال هيكسب قال. تعلن قرية التيران السعيدة عن مسابقة الطور النطاح واللي هتبدأ بكرة. يلا يا تيران القرية اشتركوا كلكوا. اللي هيفوز بأقوى نطحة هياخد جايزة كبيرة وهي درع الطور القوي النطاح. يلا يا تيران القرية اشتركوا كلكوا وقدموا في المسابقة. الحاضر يعلن الغائب. ايه رأيك يا زلاجيا يا صاحبي؟ انت هتشترك في مسابقة الطور النطاح ولا هتعمل ايه؟ انا خايف اشترك لحد يعورني. لا انا مش خايف ولازم اشترك في المسابقة وان شاء الله انا اللي هكسب المسابقة. خد يا بهاريز يا اخويا، جبتلك الحشيش ده عشان تاكل وتتغذى، عشان لما تدخل المسابقة ما تضحكش حد علينا. كل يا حبيبي واتغذى، اتفضل. مين ده اللي يضحك عليا يا زكية يا اختي؟ انا لازم اكسب. انا اقوى طور في القرية دي. انت ما تعرفيش كده ولا ايه؟ ولو ما عرفتش اكسب انت اللي لازم تساعديني يا اختي يا حبيبتي. هساعدك ازاي يا بهاريز يا اخويا؟ انا مش فاهمة حاجة خالص، ما تفهمني. انا هعمل ايه؟ انا كده كده مش هشترك في المسابقة دي. اصبري بس يا زكية يا اختي، ما تستعجليش على رزقك. انا بالليل هفهمك كل حاجة. انا مش هقدر اروح المسابقة دي من غيرك. انت لازم تبقي في ظهري ولازم تساعديني وتنفذي كل اللي هقولك عليه. اتفقنا يا زكية؟ اتفقنا. شكلك هتودينا في داهية، ربنا يستر. اهلا بيكم في مسابقة الطور النطاح. احب افكر كل المشتركين ان اللي هيفوز باقوى نطحة هياخد درع الطور النطاح القوي. ودلوقتي هنادي على اول مشتركين اتنين. المشترك الاول الطور ابو هراش والمشترك التاني الطور معلوف. اتفضلوا يا جماعة. احب افكركم ان من شروط المسابقة ان الغش ممنوع. ودلوقتي هتبدأ المسابقة. 1 2 3 انطلقوا. يا راسي انا اقوى منك يا معلوف. انا اللي نطحتي اقوى من نطحتك. يلا مين اللي هيجي تاني يقف قصادي؟ انا مستعد. انا جاهز ليكوا كلكوا يا تيران يا ضعيفة. الفائز بأول نطحة هو الطور أبو هراش. ودلوقتي المتنافس التاني اللي هيدخل قصادك يا أبو هراش هو الطور أبو كروشة. 1 2 3 انطلقوا. والفائز في تاني نطحة هو أبو كروشة. برافو عليك يا أبو كروشة. ودلوقتي المتسابق التالت يتفضل. المتسابق التالت هو الطور بهاريز. يلا يا بهاريز ورينا قوتك. 1
2 3. يا سلام عليك يا بهاريز يا جامد. ودلوقتي المتسابق الرابع وهو الطور الناري. الطور الناري هو اللي هيقابلني دلوقتي. يا خبر ابيض، لا ده هيكسبني، ده هو اقوى مني. انا لازم اتصرف عشان اخليه يقابل اي طور تاني غيري، وعلى ما اجي انا اقف قصاده والعبه يكون هو تعب. الحقوني، بطني بتوجعني، مش هقدر العب دلوقتي، لازم اخد العلاج بتاع بطني بتوجعني، انا ما نسيت اخد العلاج. انا لازم اخد العلاج دلوقتي عشان اقدر اكمل لعب. الحقوني، يا بطني. خلاص يا تور يا مقرف، ده انت قرفتني. امشي روح خد العلاج بتاعك وبعدين ابقى تعالى كمل لعب، ولا ما تجيش يكون احسن. يلا امشي اما نشوف المتسابق اللي بعدك. حاضر هروح اخد العلاج وهاجي، مش هتأخر. انا مش هتأخر خالص. ايه يا زكية، انت قاعدة بتعملي ايه هنا وسايباني؟ انا عمال ابص عليكي مش شايفك خالص. انت بتعملي ايه هنا؟ انا جعت يا بهاريز يا اخويا، قلت اما اطلع اتسلى في اي حاجة، لقيت الاكل اللذيذ دوت، قلت اما اقعد اكل هنا ادام انت بتكسب يا حبيبي ومش محتاجني في حاجة. مش محتاجك ازاي؟ ده انا اول ما شفت الطور الناري عملت نفسي عيان واترميت في الارض عشان يصدقوا ان انا بطني بتوجعني. تعالي، لازم تيجي تلحقيني. تعالي ننفذ الخطة اللي احنا اتفقنا عليها، يلا بينا. ماشي، طب استنى اما اخلص طبق الاكل ده وهاجي وراك. روح انت وانا هحصلك. اكل ايه بس يا زكية؟ نفسك مفتوحة اوي يا اختي. طب خلصي كلي بسرعة وتعالي، مستنيكي. الاكل لذيذ وجميل. وزي ما انتوا شايفين يا تيران القرية السعيدة، ان الطور الناري هو لحد دلوقتي صاحب اقوى نطحة، وقدر يتغلب على 3 تيران، ومستنيين الطور الاخير وهو بهاريز اللي راح ياخد العلاج ولسه ما جاش. انت فين يا بهاريز؟ لازم تظهر دلوقتي، علشان لو ما جيتش يبقى انت كده منسحب، وهنعلن ان الفائز هو الطور الناري. يا خبر، دول بيندهوا عليا، دول هيخلوني كده اخسر. هي راحت فين البقرة المفجوعة دي؟ ما جاتش ورايا، اكيد نسيت نفسها وهي بتاكل. اما اتصل عليها اخليها تيجي. الو، انت فين يا زكية؟ ما جيتيش ليه؟ تعالي الحقيني، انا هخسر. تعالي بسرعة ونفذي الخطة اللي اتفقنا عليها. يلا سيبي الاكل وتعالي فورا. حاضر يا بهاريز، انا جاي حالا اهو، انا جاي يا حبيبي ما تقلقش. انا جيت اهو. انا كنت باخد العلاج والحمد لله خفيت وبطني بقت كويسة، ومستعد ليك يا تور يا ناري دلوقتي. انا مستعد عشان اكسبك. لا، انا اللي هكسبك يا بهاريز، انا اقوى منك، انا غلبت كل تيران القرية اللي قبلك، هتشوف انا هعمل فيك ايه. يبدو انها هتبقى مباراة سخنة جدا. يلا استعدوا انتوا الاتنين. 1 2 3. شاطرة يا زكية يا اختي. يلا بقى كملي الخطة. كويس انك عرفت تفصلي الكهرباء. يا راجل. احنا اسفين يا تيران القرية على العطل اللي حصل ده. الكهرباء كانت قطعت واحنا رحنا شغلناها. هو ايه اللي حصل هنا بالظبط؟ انا ملحقتش اشوف الطور الناري ماله وقع على الارض ومتعور في راسه كده ليه؟ اصل انت بعد ما صفرت على طول يا حضرة الطور الحكم، انا نطحت الطور الناري بقروني نطحة كبيرة، ما قدرش يقاوم وطار على الارض واترمى ووقع مغمى عليه زي ما انت شايف. اكيد انا اللي كسبت، انا اللي اقوى منه. ايوه فعلا يا بهاريز، انت كده كسبت مسابقة الطور النطاح القوي، وهعلن دلوقتي على اسمك وهسلمك الجايزة. تيران القرية الأعزاء،
انتهت مسابقة اليوم والفائز معانا هو الثور بهاريز، فليتسلم درع الثور النطاح القوي. شكرا ليكوا، انا مش عارف اقول ايه. انا فرحان جدا اني اقوى طور في قرية التيران السعيدة. انا دلوقتي هاخد جايزتي وهمشي. يا حضرة الحكم الحق، احنا شفنا البقرة زكية اخت الثور بهاريز في كاميرا المراقبة دلوقتي، وعرفنا ان هي اللي فصلت الكهرباء، واكتشفنا كمان ان هي حدفت الثور الناري بطوبة كبيرة في راسه خلته اغمى عليه. مش عارف يا بهاريز يا اخويا تقولي ان في كاميرا مراقبة هتشوفني وانا بحدف الطور الناري بالطوبة، كنت كسرتها الاول يا اخويا. اسكتي خالص، وديتينا في داهية، حرام عليكي. يا غشاشين انتوا الاتنين، الغش ملوش اخر، وانكشفتوا برضو وبانت حقيقتكوا. انتوا لازم تتعاقبوا عقاب شديد، لازم الثور الناري هو اللي يعاقبكوا. تعالى يا ثور يا ناري. تعالوا يا غشاشين انتوا الاتنين، انتوا بتغشوا عشان تكسبوا. الغش عمره ما بيكسب صاحبه، وعشان كده انتوا خسرتوا، وانا هنطحكوا بقروني عشان اعاقبكوا يا غشاشين. احنا اسفين يا ثور يا ناري، حقك علينا، ما عدناش هنغش تاني، ارجوك سامحنا، ما عدناش هنعمل كده تاني، حقك علينا. لا، لازم انطحكوا بقروني، خد في دماغك. يا راسي، هي ذكية راحت فين هي كمان؟ هي فاكرة نفسها تقدر تهرب مني؟ ده انا لازم اعاقبها. تعالي. انت بتهربي مني، هتروحي فين؟ ده انا هجيبك، يعني هجيبك. ده انت حدفتني بطوبة، عورتلي راسي تعويرة كبيرة، ولازم انطحك نطحة كبيرة في دماغك يا ذكية. حقك عليا يا ثور يا ناري، انا مش غشاشة ومش بحب الغشاشين. اخويا بهاريز هو اللي قالي اني لازم اساعده علشان يفوز في المسابقة، لكن انا مش غشاشة، حقك عليا. ايوه يا ثور يا ناري، اختي ذكية ملهاش دعوة، انا اللي سلطتها وقلت لها تساعدني، وهي مش غشاشة. انا اسف يا ثور يا ناري، حقك علينا احنا الاتنين. اتفضل الدرع بتاعك اهو، انت اللي تستحقه. أصحابنا الحلوين، لو عجبتكم الحدوتة اشتركوا في حواديت جنة وسعيد، وما تنسوش تعملوا لايك. مع السلامة يا أصحابي.